السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم، كيف حالكم؟ إن شاء الله كويسين، إن شاء الله دمتم مساحة جيدة. ربنا يديكم مساحة كما عودناكم في القناتنا المتواضعة قناة جمال إيسا يا جماعة. فاليوم بنتكلم عن كيفية صناعة المحتوى من غير ظهور بوجهك. شرحنا أمس بنفس الطريقة، ولكن اليوم الطريقة الثانية تختلف يا جماعة. كيف تصنع المحتوى من غير تظهر بوجهك يا جماعة؟ إذا لاحظتوا أنتوا عزيزي المشاهد أو عزيزي صاحب القناة أو عزيزة المشاهدة، فهناك محتويات كثيرة جدا ملهمة ويعني مدهشة جدا ومثيرة جدا من غير ما صاحب المحتوى يظهر بوجهه. فهذا يستخدم بالصناعة الاصطناعي. لكي تستخدم هذا الصناعة الاصطناعي يا جماعة بيحتاج لكثير من المجهود وقليل من التدريب. يعني لازم تجيب استراتيجية معين. إذا أنت تريد أن تبدأ القناة أو تريد أن تنشئ قناة في 2024 اللي هو 24 اللي مازال فيها بداية أيام أو أسبوع واحدة من السنة الجديدة يا جماعة، فيجب عليك أن تعمل استراتيجية معينة جدا لتنشئ قناة ناجحة جدا وتحقق شروط يوتيوب من خلال، ركز، من خلال شهر واحدة أو 3 أشهر بزيادة. لأنه يا جماعة إنشاء القناة من غير استراتيجية أو من غير خبرة أو من غير موضوع معين أو شيء معين، إذا بدأت في بركة الله فأكيد حتتعب منها كثير يا جماعة. بتحدث عن التجربة. هذا القناة اللي بتلاحظه اللي هو قناتنا جمال ليس يا جماعة، اللي فيها 3313 مشترك. يعني اشتغلنا عليها كتير جدا لكي نحقق 1000 مشترك و4000 ساعة. المشكلة كانت يا جماعة لما بدأنا القناة، بدأنا من غير استراتيجية ومن غير أي موضوع ومن غير ما نعرف ماذا نشتغل، أي محتوى بنبدأ فيها. إذا لاحظت في محتويات القديمة، عندي محتويات من البدايات كنت بتحدث عن أمور كثيرة جدا. على سبيل المثال قبل السنة كلام هذا كنت بشتغل على أمور كثيرة جدا. على سبيل المثال كيف تكون ناجح، اللي كنا بنشرح عن كتاب أنهت وحقق هدفك، عن كتاب أنهت وحقق هدفك يا جماعة. ومرة بنشتغل من، يعني كنا بنلخبط دائما وأبدا، كنا بنشتغل لخبطة. إذا لاحظتوا هذه المحتويات ليس لديها المشاهدات، ليس لديها شنو المشاهدات بسبب اللخبطة. شفت كيف؟ هذا هو من غير كلمات المفتاحية، من غير أي شيء، من غير أي شيء، من غير أي شيء يا جماعة، من غير أي شيء، من غير يا جماعة، من غير وصف. كنا بنشرح من غير أي حاجة، كويس، من غير أي حاجة. مرة كيفية الوصول على 1000 مشترك، كيف تغسل الحديد إذا كنت، يعني أمور غير منظمة أو كانت قناة غير منظمة. بسبب ذلك تأخرنا كثيرا وتعبنا كثيرا. فلذلك أنت يا عزيزي أو مبتدئ بدأت يا ضاب ولك شهر أو أسبوع أو 3 أشهر، عليك بالتخصيص قناتك. تخصص قناتك في شيء معين، خصص قناتك في شيء معين. إذا تريد أن مثلا تخش من هنا وتطلع من هنا، بعد أحيانا يعني في الأسبوع مثلا تجيب محتوى أجنبي، تجيب أي حاجة، فلا بأس بذلك. ولكن يجب عليك التخصيص في شيء معين لكي لا تعمل أو كي لا تفعل أو كي لا تعاني مثل ما عانين يا جماعة. صناعة المحتوى من غير الظهور، على سبيل المثال زي هذا المحتوى اللي إحنا بنشرح فيه في وقت الحالي، هذا ما يسمى المحتوى من غير ظهور. ولكن هذا بالنسبة للشروحات. ولكن انت اذا ركزت جيدا انت بتشتغل عن الذكاء الاصطناعي. كيف؟ يعني على سبيل المثال بتشتغل على مجال السياحة. يعني انت بتخش على الجوجل، بتشوف اماكن السياحية او
الدول اللي لديها أماكن السياحية، وتجي تشرح هذه الأماكن بصورة مبسطة جدا. ففي وقت الحالة الناس بيهتم بكل شيء جميل جدا، يعني أمور جميلة جدا الناس بتهتم بهذه الأمور. فلذلك يجب عليك بدراسة الأمور جيدا، دراسة الوضع. زي ما يقول التجار أو أصحاب البزنس، إذا تريد أن تفتح المشروع فعليك بدراسة الموقع ودراسة حول الموقع. يعني لازم تفهم الناس كيف يتعاملوا، أو دراسة الواقع كيف تمشي الواقع، وبعد ذلك تعال أبدأ المشروع تبعك. لأنه ما ممكن أنت تخسر على شيء وبعدين تبدأ على شيء وبعد ذلك تجي تخسر من غير ما تكسب. فلذلك يجب عليك التركيز جيدا ماذا تريد أن تفعل، وأين تبدأ، وأين تريد أن تصل. فهذا مهم جدا. فنتمنى لكل الناس النجاح والتوفيق. فالفشل ليس عيب، ولكن استمر، الاستمرار هو سر النجاح. تحياتي.